العربية دايمًا تتابعها مش آلة راكبها وخلاص، لو محمّل تقيل لازم تبقى واحدة واحدة عليها، محمّل خفيف اجري براحتك. كنت في الملاكي مهتم جدًا بالكاسيت البيز والأغاني، في الجاز اسمع صوت الموتور بس. ممكن آجي أمشي ورا منه يا دوبك بس أعمل له النور، أدّي له إشارتين، هو بيعرف إن أنا كده باسقّط. كريم يوسف من العمرانية الجيزة. الأول كنت بابقى خايف إن أنا ما احصّلش الفلوس، المبلغ اللي أنا متّفق عليه، حصل لي حاجة في الطريق، أنا بابقى شايل مسؤولية نَفْسي، شايل المسؤولية كلّها، وبعد ما بتوصّل النقلة بيبقى في مماطلة كمان، يعني لو أنت متّفق على المشوار مثلًا ب10 جنيه بعد ما بتوصل هناك طَب ما تعمل معانا واجب، طَب مش عارف في نقلة ما باقبلش الكلام دوّة، اللي أنا باتّفق عليه هو اللي أنا باخده بعد ما باخلّص النقلة بتاعتي. باصحى الصبح بافتح الأبلكيشن باختار منه النقلة بتبقى متحددة منين لفين، منين هاحمّل ومنين هانزّل، وإذا كان العربية محتاجة تبريد أو لأ. مثلًا لو هانقل زبادي أو مواد غذائية، لحوم، بيحتاجوا درجات حرارة معيّنة. لازم طول الطريق أو لو هو سفر لازم أتابع التلاجة بتاعتي دايمًا، حتى لو هاقف هاكل أو هاجيب حاجة لازم أسيب التلاجة شغّالة، ما أعلاش عن درجة الحرارة اللي مطلوبة أو أقل عنها. مع نقلة بقى لي كده حوالي سنتين ونُص. في application نقلة أي مشكلة بتقابلني باتعامل معاهم على الواتساب أو مع الcall center، دايمًا بيبقى على تواصل معانا. لمّا باحتاج إن أنا أشتري حاجة كاوتش أو زيت أو حاجة للعربية، باقدر أفتح نقلة store وباختار اللي أنا عايزه، وبيخصموا بعد كده هم من المستحقات بتاعتي، بيقدروا يخصموهم حتى ممكن بيقسّط لك أو خصم كلّي أو خصم جزئي حسب ما أنت عايز يعني. نِفْسي طبعًا بدل الدبابة يكون عندي تريلا ومش واحدة، أكتر من واحدة وأقدرهم.